يا عم روح بقى، روح بقى، وانت ولا ليك في الطور ولا في الطحين ولا فاهم اي حاجه، اما اجري. ده المثل اللي احنا بنقوله لاي حد مش فاهم اي حاجه، بس المثل مش معناه كده خالص. تعالى اقول لكم النهارده المثل ده معناه ايه. زمان جه في الوقت على الشعب المصري، جه وقت رهيب جدا، تقشف وجفاف وجوع رهيب، مش لاقيين حتى ياكلوا ولا اكل عيالهم. فكانوا المساكين والفقراء دول يعملوا ايه؟ يجمعوا نفسهم كده ويروحوا للناس الاغنياء اللي عندها مطاحن، وتقف قدام المطاحن دول عشان يرمي لهم شويه قمح كده يقووا بيهم نفسهم، ويجيبوا ويعملوا اكل لعيالهم. طبعا مين اللي كان بيقوم بالعملية دي؟ هو الطور اللي كان بيدور في الطاحونة ويطحن القمح ويطلعه. فكان ساعات بقى بيجي وقت على الأغنياء مزاجهم مش هيدوم حاجة اليوم ده، فيقعدوا يزعقوا لهم يقولوا يلا مشوا من هنا، انتوا ايه اللي جابكم؟ انتوا ولا ليكوا في الطير ولا ليكوا في الطحين، يعني انتوا مالكوش علاقة بالموضوع ده اساسا، انتوا ايه اللي دخلكوا فيه؟ وده كان معنى المثل، ان اي حد يتدخل في حاجه ما تخصهوش سواء من قريب او من بعيد بنقول له انت ولا ليك في الطير ولا ليك في الطحين، يعني ما تحشرش نفسك.